يعني وسائل الاعلام الموجوده النهارده اللي هي متحولون النهارده، في ناس كتير من الاعلاميين نلاقيهم من المتحولين، اللي هم بياكلوا على كل الموائد، اللي هم بنشوفهم بيسبحوا المتلونون في بحمد كل كل نظام. متلونين في كل العصور. اه، في كل العصور. شايفاهم ازاي دول؟ شايفة ان اللي بيبيع شرفه الاعلامي ما بيعوضش باي ثمن، وان اللي بيفقد الشرف الاعلامي الشرف لا يعوض الاعلامي باي ثمن. ولا اي رقم. صح. لان اي وبيفقد مصداقيته. بالظبط. اه. والاهم من ده ان ثقة المشاهد لا تعادل باي شيء اخر. المعيار الحقيقي لنجاح اي اعلامي واي قناة هي درجة ثقة المشاهد فيما يتم بثه من مضمون برامجي. فبالتالي لما يبقى في التلون الاعلامي اللي بيحصل على الشاشة حاليا، هتلاقي ان المصداقية اصبحت غير موجودة. وهتلاقي الاكتر من ده ان في عدم ثقة اصبح في مضمون القناة اللي بتتبنى هذا الاعلامي، فبيندرج ده على المضمون الخاص بالقناة نفسها ككل. حتى لو هي حاولت ان هي تعمل نوع من توخي الصدق في بعض مصادرها او بعض برامجها الاخرى خارج نطاق هذا الاعلامي، هتلاقي ان اصبح الصفة العامة لهذه القناة انها قناة لا تمتلك المصداقية الحقيقية والدقة في متابعة اخبارها. لكن احنا دايما ليه بنلجأ في الاعلام الى فكرة التعاون مع هؤلاء المتلونين؟ دايما احنا ايوه. في عندنا مشكلة كبيرة جدا مع الجمهور، اللي هي فكرة الكاريزما او النجم الاعلامي اللي هو يمتلك قدرة على التأثير في جمهوره. فبالتالي هو يستطيع ان يجلب اولا المصلحة الاولى للمعلن، فبالتالي هو يحاول دائما ان يكون معه لان هناك فايدة مادية. مسألة التأثير بقى في المشاهدين نفسهم، هتلاقي ان فكرة وجود هذا النجم يعني الكثير من المصداقية حتى على الرغم من تناقض الافكار. ودي على فكرة بترجع هل هو للجزئية بيعتمد على ان المشاهد بينسى؟ بيصدق. لا، بالمشاهد يعني بيصدقه في بينسى كل. اللي قاله قبل كده؟ احنا في عندنا مشكلة اه. كبيرة جدا في الوطن العربي بصفة عامة، اللي هي ان احنا عندنا نسبة عالية من أمية القراءة والكتابة ونسبة أعلى من الأمية الثقافية والسياسية. طب ف... معانا الاستاذ الدكتور، انا اسف يا دكتوره معلش، الاستاذ الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعه المنصوره. الو. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا دكتور سيد، ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ دكتور سيد، الاحداث، طمنا على الاحداث اللي في جامعه المنصوره، الشغب اللي بتعملها جماعه الاخوان. ايوه يا باشا. لا الحقيقه انه يعني النهارده كانت الامور خفيفه شويه، عدد قليل من الطلبه ظلوا يطوفوا في الجامعه ويرددوا نعم. بعض الشعارات بتاعهم كده حوالي ساعه ونص، وبعدين انفضوا من تلقاء نفسهم يعني النهارده. طب وامبارح حضرتك امبارح كان في عنف شديد. لا امبارح انا اقول لحضرتك اللي حصل امبارح، انهم نعم. برضه لفوا مجموعه من الطلاب ويعني كانوا او فسخوا البوابه بتاع كليه الطب وراحوا برضه قعدوا يرددوا شعارات ولفوا. نعم. وراحوا عند بوابه الجلاء، والمهم طلعوا من شارع البحر وشارع الجمهوريه، حضرتك عارفه. ايوه عارف. وبعدين نزلوا من شارع جهان. ففي الفتره دي الامن يعني تعقبهم، والاهالي يا استاذ حمدي بقى دلوقتي بقوا يعني هم خير مدافع الان. الحقيقه الاهالي اذاقوهم ضربا مريرا. والله كويس جدا. الاهالي عندنا في المنصوره ما شاء الله عليهم، لان الناس بيقولوا فاضل كيل، يعني خلاص كفايه، يعني عايزين نشتغل ونشوف حالنا. واحنا والله عندنا كده يا دكتور سيد في المحل عندنا برضه الاهالي ما بيسمحوا لهمش ابدا انهم يمشوا في الشوارع يعني في اي مظاهرات. المحله دي بلد الابطال يا باشا. ربنا يخليك يا دكتور سيد. والله. وبعدين وهم طبعا اشتبكوا مع الاهالي والاهالي اشتبكوا معاهم. نعم. وبعد كده طبعا كان الامن كان يعني معاصر كل الاحداث دي. والامن استطاع انه يقبض على 13 واحد منهم بالامس، والحقيقه يعني وده كويس. 13 ده عدد قليل قوي يا دكتور سيد. اللي قدر عليه لانهم هم بقول لحضرتك هم جروا في وسط الاهالي يعني. طب انت يا دكتور سيد هل يعني هتتخذوا قرارات بفصل الطلاب اللي بيحدثوا الشغب ده ولا؟ يا باشا احنا فصلنا يا استاذ حمدي، فصلنا العشرات من الفصل الدراسي الاول. الفصل الدراسي الجديد الان؟ احنا فصلنا في حتى لا تستفحل الامور يا دكتور سيد. طبعا يا فندم، انت عارف انا لا اتردد نعم. اتردد ولا مهادنه مع مجرم او ارهابي داخل الجامعه ايا ما كان. على طول حضرتك بنفصل وما فيش فيه كلام.
يعني هو دكتور سيد اللي جاي يتعلم يتفضل يتعلم، لكن انه يجي جامعه مدعمه بيدفع 100 جنيه او 200 جنيه مصاريف، وبعدين الكليه المناظره لها بيدفع 16 و20 الف جنيه، ومع ذلك يحرق ويعطل العمليه التعليميه. لا ان شاء الله يا استاذ حمدي، احنا لم نسمح ولن نسمح لهم بتعطيل العمليه التعليميه على الاطلاق، وانما احنا ان شاء الله احنا بنقول انه انا لازم اؤدي دوري، واجبي ان انا اتيح الفرصه للي عايز يتعلم. انا عندنا يا استاذ حمدي في الجامعه حوالي 107 الف طالب، مش نعم. ممكن ابدا هسمح ل 200 ولا 300 طالب انهم يعطلوا العمل الدراسي. واجبي ان انا اخلي ال 106 الف ولا ال 106 الف ونص يتعلمهم. واجبي ان انا الاستاذ اللي جاي يدي محاضرته ان انا امكنه انه يدي المحاضره بتاعته، وكل من يحاول اعاقه ذلك ساتصدى له بكل قوه وكل حزم. وهذا ما نفعله بالفعل، بنفعله بالفعل بانفسنا من خلال امننا الاداري. واذا تجاوزت الاحداث الامن الاداري، انا دايما بقول ابواب الجامعه مفتوحه لقوات الامن الداخليه، لان احنا الجامعه ليست جزر منعزله. نعم. والادعاء بان حرم الجامعه لا يجوز للقوات الداخليه ان تدخله، انا بقول لا، في حاله الاضطرابات الامنيه من حق الداخليه انها تدخل، بل من واجبها انها تدخل للحفاظ على منشآت الجامعه، لانها جامعات حكوميه وبالمليارات، والجامعه حق لهذا الشعب، حق لهذا الشعب. واحنا صحيح احنا في الجامعات كرؤساء جامعات انا بعتبر نفسنا ان احنا على جبهه، على الجبهه، احنا في الجبهه في مواجهه الارهاب، وسنظل مرابطين على الجبهه حتى نكمل العام الدراسي وندحرهم ان شاء الله. بس يا دكتور سيد، انا كنت رافع دعوه انا والمستشار مرتضى منصور بعوده الحرس الجامعي للجامعات لحمايه الطلبه والطلاب والمباني دون التدخل في العمليه التعليميه او المنظومه الاداريه في الجامعه. لكن انا صراحه احنا صدمنا بردود معظم الجامعات انها تقف ضد عوده الحرس الجامعي للجامعه. لا يا فندم، ما فيش حد واقف يا استاذ حمدي على الاطلاق ضد وجود، بس هي القضيه ايه؟ نعم. القضيه الحرس، اما بنقول حرس بالمفهوم القديم ما عادش ينفع يا استاذ حمدي، لان احنا قلنا مش هتدخل في المنظومه الاداريه خالص في الجامعه. انا هقول لحضرتك، لا انا هوضح لحضرتك. نعم. الامن بالمفهوم القديم يا استاذ حمدي، واحنا كلنا كنا موجودين بقالنا عده عقود في الجامعه في هذا الاطار. كان كل كليه يا استاذ حمدي، كل كليه فيها ضابط وفيها فردين امن، ما يعملوش حاجه في هذه الايام. النهارده انا بقول اللي انا عايزه فعلا في الجامعه، انا عايز امن في الجامعه، امن يديني معلومات، امن يتابع اذا دخل الجامعه اسلحه او غيره. ده تمام. امن مش بالشكل القديم، امن والمعنى الامن ده هو ينسق مع قوات الامن اللي موجوده، عند اللزوم تدخل وبالاعداد الكافيه وبالسلاح الكافي وفي المدرعات الكافيه، لان هو ده اللي يقدر يفض يا استاذ حمدي. مظبوط كده. اما بالشكل القديم اللي كان موجود يستحيل انهم يعملوا حاجه، لان الاوضاع اتغيرت يا استاذ حمدي خالص. بشكرك جدا. انا من حيث المبدا انا مع عايزين تسالوا الدكتور سيد اي سؤال يا دكتور؟ داخل الجامعه. طيب احنا معانا الدكتوره اسماء الجيوشي. ان انا بمسي على زملائي الاعزاء اللي قاعدين معانا. والدكتور عبد العال. الله يخليك معانا دكتور. تحياتي لهم، قسم كليه الاداب منوره وقسم الاعلام. الله يخليك يا معالي الدكتور، الله يخليك. جميعا ان شاء الله. كلنا يا معالي الدكتور معاك، وبنقدر الموقف الكبير اللي حضرتك فيه، وربنا يعينك. ونحيي حضرتك على المسؤوليه الكبيره اللي حضرتك فيها، وتمنياتنا ليك بكل التوفيق. بشكرك دكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعه المنصوره، شكرا جزيلا.